عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم معايا وحلقه جديده من حلقات قعده ستات. النهارده الموضوع بتاعنا هيبقى عن واحده سالتني بتقولي يا لومي حماتي مهما بعمل معاها مفيش فايده، لا حلو نافع ولا وحش نافع، بس بيني وبينك يا لومي بصراحه كده انا ما بحبهاش، لكن عمري ما بينت لها ده وعمري ما حسستها اني انا بكرهها، لكن طول الوقت بحاول ارضيها وبحاول اعمل اللي هي عاوزاه وبحاول ابين دايما الابتسامة على وشي عشان هي ما تحسش الاحساس ده. بصراحة كده كلامك ما اقنعنيش. بصي هقولك حاجة، اولا اللي في القلب بيطلع على الوش، مهما دريتي ومهما خبيتي ومهما عملتي نفسك بتحبيها، ولو جبت لها لبن العصفور، لو طلعتي السما وجبت لها حبة نجوم من السما في طبق من فضة، هيبان انك ما بتحبيهاش. صدقيني الانطباع الاول يدوم، وطالما هي حست ان انتي من جواكي ما بتحبيهاش، عمرها ما هتحس الحب ده. انتي مهما عملتي ومهما حاولتي ترضيها، الحب ده حاجة بتتزرع في القلب من عند ربنا، فما ينفعش ابدا نتظاهر بالحب. حاولي تشوفي نفسك بتكرهيها ليه، حاولي تشوفي ايه الحاجات اللي هي بتعملها مخلياكي كرهاها او مش قابلاها. لو في لغة حوار ما بينكم اقعدي اتكلمي معاها، صدقيني ده احسن حل. لو هي مثلا بتعمل حاجة تضايقك هتبطل تعمل الحاجة دي. لو هي بتكلمك بطريقة وحشة، لو هي بتعاملك بطريقة وحشة، لو هي بتفضل سلفتك عليكي مثلا، شوفي سلفتك بتعمل لها ايه انتي ما بتعمليهوش، حاولي تقربي لها، حاولي تعتبريها زي مامتك. هقولك حاجة، انتي لو مامتك حسيتي في يوم من الايام ان هي متغيرة معاكي او ان هي بتعاملك بطريقة مش هي، او النهاردة كلمتك بطريقة مش حلوة، اكيد هتروحي تسأليها في ايه يا ماما، مالك النهارده انت متغيره؟ لا في حاجه مغيراكي، لا انا مش مرتاحه النهارده، في ايه؟ هتسالي. حاولي تعملي ده مع حماتك. والله يا جماعه الحموات يعني المعامله معاهم ابسط بكتير من اللي انتم متخيلينه. بالعكس والله ده انت حماتك دي يعني ممكن تضحكي عليها بكلمه كده، ممكن تخليها صاحبتك وامك وحبيبتك، بجد انت ممكن تكسبيها لصفك بحاجات بسيطه قوي. يعني هي مثلا انت بتقولي بتكرهيها يعني عندك اسبابك، فيها ايه لو قعدتي معاها كده قاعده على رواقه، خدتيها وخرجتي، ما تيجي يا طنط نخرج. شوفي بقى بتقول لها يا طنط ولا يا ماما. انا اعرف ناس يعني متجوزين بقالهم سنين كتيره قوي، وبتفاجئ ان هي بتقول لحماتها يا طنط. يعني انا عن نفسي يوم ما ابني يتجوز احب مراته تقول لي يا ماما. مش معنى ان هي بتقول لي يا ماما ان انا خدت مكان والدتها، يعني ده لا يمكن هيحصل. عمر الحما ما هتبقى استحالة. ولكن في حموات كتير بيعتبروا يعني مرات الابن كأنها بنت من بناتهم، لكن اكيد الغلاوة لو هتقارن بينها وبين بنتها هتكسب، معروفة يعني. لكن والله لو بتصرفاتك الحلوة وطلعتي كده المستخبي اللي جواها، ما تيجي يا ماما نخرج. نرجع بس للي بيقولوا لحمواتهم يا طنط دي، يعني كلمة يا ماما ده جبران خاطر، بتحسسيها ان هي في مقام والدتك، في غلاوة والدتك. نعم مش هيحصل، مش هتبقى في غلاوة والدتك، بس هو بصي حاجة طلعنا عليها كده ايه بالفطرة. طلعنا من ايام الافلام القديمة الابيض واسود دي ان الحما عمى، ما تفهموش ليه. سواء كانت الحما كويسة الحما مش كويسة، هو بيتقال عليها حما قرشانة، مع ان في كتير جدا والله حموات مش قرشانات ولا اي حاجة، لكن المواقف بس هي اللي بتغلب على الواحد، بتخليه يتصرف تصرفات فيها حربقة شوية. خدي حماتك اخرجي بيها، يلا يا ماما نخرج، عايزاكي في موضوع مهم وحابة اتكلم معاكي بره، قعديها قاعدة حلوة على البحر على النيل مثلا، لو انتي مش من اسكندرية ما تتلككيش. هاتلها ليمون، اصرفي حبة وخليه مانجا، اصرفي يعني ده فلوس ابنها يعني حضرتك. اقعدي، انا بهزر طبعا، اقعدي اتكلمي معاها، طلعي اللي جواها،
قولي لها عايزه احسك امي، ليه بتكلميني كده، ليه بتعامليني كده، ايا من كان اسبابك بقى اطرحيها ساعتها واساليها هي ليه بتعمل كده. هتبصي تلاقي ساعتها قربت منك واتكلمت معاكي وحبتك عشان انتي بتساليها وعايزه ان انتي تقربي لها اكتر، هتكبري في نظرها، ويمكن ساعتها الكره اللي جواكي ده يتقلب سبحانك يا رب كده لحب. زي ما بيقول ما محبه الا بعد عداوه. خدي الخطوه دي وما تخليش جواكي كره لحماتك، لان دي اللي جابتلك جوزك، لازم تتحط في اعلى مرتبه عندك وليها كل الاحترام والحب والود، لاني مهما كبروا فهم في النهايه ليهم فضل علينا، وواجبنا ناحيتهم ان احنا نرد فيهم الجميل بابسط الحاجات، ولو حتى بابتسامه على الوش. يا رب الموضوع يكون عجبكم النهارده، واكتبولي في الكومنتات تحبوا نتكلم في ايه تاني، واشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات قعدة ستات.